رحت اتقدم لواحدة، والدها طلب شبكة 25 جرام دهب و50,000 جنيه مهر، بس هيكتب 50 جرام دهب في القايمة. قلت له ليه نكتب في القايمة؟ ده الناس يا إما بتجيب حاجة بسيطة زي دبلة وخاتم، يا إما بيكتبوا في القايمة. قال لي سلو بلدنا كده، وعيلتنا كده من زمان. قلت له تمام، وهنكتب إيه في القايمة؟ قال لي العفش كله، والقايمة هتكون في رينج 800,000 جنيه. قلت له ليه يا عمي؟ كل العفش مش القايمة بديل المهر، وانت طالب مهر 25 جرام دهب. قال لي شبكة دي هدية. قلت له هدية؟ طب هو في حد بيطلب الهدية مقدارها قد ايه وبكام؟ قال لي انت بتجادل كتير. قلت له طيب تمام، وال50,000 مش مهر برضو؟ قال لي دول كسوة ومصاريف شبكة، ودي عاداتنا. قلت له والقسيمة هنكتب فيها ايه؟ قال لي هنكتب 100,000 مؤخر. قلت له ليه يا عمي؟ مش حضرتك طلبت المهر 25 جرام دهب و50,000 جنيه وانا وافقت؟ والمؤخر ده بيكون الجزء اللي انا ما قدرتش ادفعه في المهر، وانا هدفع المهر كله، يبقى نكتب مؤخر ليه؟ قال لي دي عاداتنا. والمهر هنكتب كام؟ قال لي هنكتب جنيه واحد. قلت له يعني حضرتك عايز قايمة 800,000 و50 جرام دهب مع انهم 25، ومؤخر 100,000، ونكتب جنيه واحد في المهر؟ انت شايف ده يرضي ربنا؟ قال لي انت شكلك متعب وبتجادل، اللي عايز يتجوز وشاري مش بيتكلم في الحاجات الصغيرة دي. طيب تمام يا عمي، هلف لفة واجيلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من بودكاست التخاطيف، والنهاردة ضيف جديد معانا، التمانيناتي. والقصة اللي اتقالت من شوية دي قصة واقعية، لا من خيالي ولا حتى لو حد عرضها في فيلم كنت هصدقها. بس دي من حد بيتجوز، سافر زي أي حد بيجهز نفسه سواء هنا أو بره، تعب عشان يعمل ملمين يتلم في بيت بالبلدي بلغتنا، وده كان اللي حصل. ايه رأيك يا تمانيناتي؟ اولا يعني مقدمه صادمه وحزينه للأسف. وواقعيه زي انت ما قلت. مم. وسعيد جدا طبعا انا معاك في البودكاست. والله أنا اللي بزقطت، أنت مش شايفني. حبيبي. قبل ما ابدا اقول لك رايي لازم اقول نقطتين بسرعه جدا. النقطه الاولى ان انا ولا انت شيوخ، احنا مش بنتكلم ان احنا اللي بنقوله دوت او اللي هنقوله قرآن انزل وهو ده مفيش غيره. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، والحساب يوم الحساب. يعني بالظبط. امري وامرك وامرنا جميعا على الله. دي نمره واحد. آه نمره اتنين، قبل ما اقول لك رايي في الموضوع ده، احنا لازم نتكلم في اساس الموضوع نفسه اللي هو الجواز. بالظبط. الجواز اساسا في مصر عندنا للاسف، وللاسف انا بقول في مصر، اتحول لحاله من حالات الاستثمار. للأسف. يعني حضرتك دلوقتي وانت رايح تشتري اسهم في البورصه، بتروح تتكلم مع البروكر بتاعك اللي هو الراجل الوسيط بتاعك، وتقول له بقى انهي شركه احسن واضمن في ان انا اشتري فيها اسهم، واشتري قد ايه، وابيع على كام، الحاجات اللي هي بتاعت اللي انا البيزكس عايز. بتاعت البيزنس. غير ده طبيعي، بس انا بقول مم. لك اللي انت بتسال اسئله او بتعمل حسابك علشان ما تخسرش، عشان تطلع كسبان في الاخر. ده استثمار طبيعي. بالظبط. هاشتري حته ارض في منطقه ما، لازم ابقى عارف ان المنطقه دي كمان سنه 2 3 5 هيبقى فيها رجل اكتر، هتتباع بثمن اكبر علشان دفعت فيها قرش، اخد فيها قرشين والفرق ده يبقى مكسبي وهكذا. بالظبط، اللي هو في أي بيزنس أنا بأمن نفسي في حالة الخسارة يمكن تاني قبل كده، ما أبدأ. قول في اي ايه؟ في أي بيزنس. بيزنس. هل الجواز بيزنس؟ لا، الجواز بيزنس في حاله واحده بس، في حاله الافلام، ان ابن الحاج فلان وبنت الحاج فلان بيتجوزوا عشان يحطوا ثروتهم على بعض وايه، ويعملوا مصنع كبير في العاشر من رمضان. افلام السبعينات والثمانينات، ده لل... الحاجه الوحيده اللي هي جواز المصلحه زي ما بيقولوا. احنا للأسف. دلوقتي مفيش الكلام ده. بالظبط. برضه هنكون صراحه مع بعض. آه، المجتمع مش مقفول زي زمان، اللي هو نظام ان انا عايز اتجوز فهروح اتجوز بنت الراجل الفلاني عشان الراجل ده كويس وسمعته كويسه.
لأ، البنات بينزلوا جامعة وبنتعرّف على بعض وبنطلع رحلات وكل حاجة وبنرتاح لبعض، الولد ده عايز يتجوّز البنت، يخش البيت من بابه يتجوّز، ده اللي بيحصل دلوقتي وبيبقى في معرفة قبل كده، تمام؟ تمام. فنرجع للنقطة اللي كنت باتكلّم فيها حتّة الجواز، أنا باتجوّز ليه؟ مش أنا كمحمد والّا أنت كحسام، لأ، أنت كبني آدم بتتجوّز ليه؟ المفروض إن الجواز دوّة سَكَن ورحمة، وإن أنت بتلبي احتياج عاطفي واحتياج جسدي واحتياج نفسي علشان آه، تعمل اللي ربنا خلقك عشانه، إعمار الأرض. إعمار الأرض دوت مش هيجي غير بالجواز. اكيد طبعا. تمام. تمام. فالأساس هنا هو إعمار الأرض. عشان أعمر الأرض لازم أكمل مع اللي أنا هتجوزها، أو بالمعنى الآخر اللي هتتجوزني تكمل معايا، وهكذا. تمام. تمام. عشان ده يحصل لازم اختياري ليها واختيارها ليا يكون على أساس أو معايير معروفة عشان تخلّي الغرض ده يحصل فيستمر الجواز فتُعمّر الأرض. بمنتهى البساطة كده إيه، ك كسلسلة أو كprocess ماشية في الحياة. بالظبط. تمام. مم. آمم طيب هنجيب المعايير دي منين يا جماعة؟ والله ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لنا: عليه الصلاة "تركت والسلام. فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا." وتاني أنا مش شيخ، بس أنا أعرف ديني كويس يعني الحمد لله على قد ما أقدر. الحمد لن لله. تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسنتي، والسنة بتقول: إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه فزوجوه. الدين هو الأساس. تمام. هنتكلم في الدين، يعني هنتكلم في شرع ربنا. شرع ربنا لا قرآن ولا سنة فيهم قايمة. نخش بقى في موضوعنا بقى. ايوه. لا قرآن ولا سنة فيهم قايمة. لا قرآن ولا سنة بيجبرك على شبكة. دي هدية زي ما الناس، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي الناس بيقولوها دلوقتي، وهي الحقيقة فعلًا، إن الشبكة هدية. وزي ما أنت قُلت في المقدمة الحدوتة الحزينة دي إن الشبكة هدية. هدية. فأنت بتجيب الهدية على قدّك، يعني معلش أنا آسف، أنا معايا مثلًا مليون جنيه، جِبت مم. الشقة وشطّبت وعملت وكل حاجة، اتبقى معايا 50، هاجيب دهب ب50.000 على قدّي، على قد بالظبط. اللي معايا بمعنى أدق. ما حدش هيطلب منك جرامات معينة. الله ينوّر عليك. بس أنا لمّا جيت أخدت ال50.000 دول، لمّا جيت دفعتهم، أنا حاطط قصادهم 950.000 في شقة وأجهزة ومشطّب لنفسي، ما أنا برضه مش ترشيد تجاري، فأنا مش طبعا. هاستخسر في نفسي ولا في بنت الناس اللي جاية تقعد تسكن معايا، إن أنا أجيب جهاز أجهزة كويسة، إن أنا أشطّب تشطيب نضيف، أجيب عفش كويس، الحاجات دي كلّها. ده بيتك في تمام. الآخر اللي هتقعد فيه الله ينوّر بقية عليك. حياتك. فتاني مش هاستخسر. مم. حلو. حلو، حلو. وكويس إنّك قُلت النقطة دي. ده بيتك. تمام. تعالَ ناخد الموضوع من ناحية تانية عشان الناس تحاول تفهم وجهة النظر اللي إحنا بنتكلّم فيها كرجالة غير مؤمنة بالقواعد الغريبة اللي المجتمع حطّها في موضوع الجواز. أنت قُلت دلوقتي إيه، ده بيتك. مم. حلو. حلو. تعالَ نتخيّل إن سام دلوقتي متخرّج من الجامعة وربنا كرمه بشغل، قعد سنتين 3 حوّش مبلغ كويس، راح اشترى شقة عشان يقعد فيها لوحده ويستقل. حلو، حقّه. حلو. طبعا. تمام. حسام دوّة مش هيقعد في البيت عشان يعيش، أكيد مش هيروح يقعد هناك فندق، أكيد هيعيش. هيجيب إيه؟ هيجيب سرير، هيجيب دولاب، هيجيب مكتب. تمام. هيجيب ترابيزة صغيرة بكرسيين 3 ياكل عليها هو وحد من صحابه عازمه عليه. مم. هيخش المطبخ، هيجيب بوتاجاز طبعًا، تلاجة، غسالة. إن شاء الله حتى غسالة اللي هي الhalf automatic دي، أم باب من خزانين فوق. دي. اه. آه. واخد بالك؟ والله اللي عندي في خزان واحد، بس ما يلا أنا مش باقول هنخش لك في يعني تفاصيل. ماشي، ما أنت بتنشّر على الناس اللي تحتك مَيّة مبلولة، دي المفروض غسيل مبلول بقى ونقّط عليهم ويشتموك، ما علينا يعني. تمام. أيوة. ف فأنت لو جِبت الحاجات دي هتعيش كويس، من الآخر كده هتعيش مش ناقصك حاجة، صح؟ بالظبط. فأنت كبداية علشان في اللي احنا عايشين يا فيه سيدي دلوقتي حتى دي لو مش بداية حلوة بداية، قوي. حتى لو مش بداية، حتى لو أنت قعدت بالحاجة دي كمسميات، أنت ممكن طبعًا تجدد مثلًا غسالة half automatic تخلّيها full automatic بعد كام سنة، بس أنا باتكلم غسالة، باتكلم بوتاجاز، باتكلم تلاجة وخلصنا. بيزكس ف معيشة. هل حضرتك لازم عشان الشقة دي تخشها وتسكنها تحلف أيمانات مسلمين ما أنت داخلها غير لمّا يكون في مايكروويف ويكون في air fryer ويكون في تكييف ويكون في PlayStation ويكون في شاشة مش عارف في الliving وشاشة في الreception وشاشة في أوضة النوم غير شاشة المطبخ. تمام. هل ما ينفعش إن أنا أدخل شقتي وأعيش فيها إلا بالحاجات دي؟ أكيد لأ، لإن في حاجة طبعا. اسمها إيه، أساسيات، وفي حاجة بالظبط. اسمها
كماليات. ايوه اي حاجه لا تستقيم الحياه من غيرها فهي اساسيات. عشان كده قلنا ايه؟ غساله، ثلاجه، سرير، انا مش هنام على الارض، دولاب احط بالظبط. فيه هدومي، واخد بالك؟ يا سيدي مش هجيب جزامه، اهو انا ما قلتش جزامه اهو، هحط الجزام تحت جنب باب الشقه وانا داخل وانا خارج، اقلعها سهله، او اجيبها بعدين. هل لو ما جبتش جزامه مش هعرف اعيش في الشقه؟ لا. بس لو ما عنديش سرير مش هعرف انام. فاهم بالظبط. الفكره؟ فانت دلوقتي لو انت هتعيش كبني ادم لوحدك بطولك في الشقه هتجيب الحاجات دي، تمام. جت واحده تعيش معاك اللي هي مراتك بقى، هل هتحتاج حاجه تانية غير اللي انت محتاجها؟ هل هي مثلا من كوكب اخر؟ هي احتياجات غير احتياجاتك؟ لا، اسس المعيشه موجوده. موجوده. معلش انا اسف، يعني ايه ولد اطفال؟ هي جايبه عيالها؟ وارد. يعني ده موضوع تاني. يعني انت دلوقتي اتجوزتوا دلوقتي النهارده دخلتكم، ربنا كرمكم بعد 9 شهور بالظبط باول بيبي، الف مبروك. فانت من اول ما اتجوزت لغايه لما يبقى في احتياج لاوضه اطفال انت محتاج 9 شهور. والله لو عشان 9 هنحسبها هنلاقيها حبه كمان، ما هو اللي جاي ما انا ده بقول لك مش بقى، هقعد ما, مش هقعد ما في ما احنا اوضه لسه الاطفال. هنقول اهو. اي. 9 شهور دول مور ذان انف، كفايه قوي انك تحوش وتجيب اوضه اطفال قبل ما المدام تولد. ايوه انا كده فهمت النقطه بتاعتك. تمام. تمام. طب المدام ولدت، حياة الغالية. العيل هيفضل نايم في حضنها اول سنتين ثلاثه بالميت، بالميت. دي حقيقة. أنا كأخ كبير بيني وبين إخواتي وقت يخليني أبقى واعي وفاكر لحد دلوقتي الوقت اللي هم جم فيه. لا، ما 3 سنين ده أنت كده. كريمهم يعني. بالظبط. فاهم الفكره؟ مم. فاوضه اطفال ده غير بقى التهريج التاني. انا بكلمك في اوضه الاطفال دي اللي هي ممكن كمان في بعض الاوقات بيتم استخدامك اوضه ضيوف. اه. وده منطقي للواحده مثلا اللي متجوزه في محافظه غير محافظتها، في مكان بعيد، والدتها مثلا هتيجي في اخر ايام اول ايام الحمل او اخر ايام الحمل مثلا مع الولاد تقعد معاها، يبقى في مكان امها تبات فيه. أكيد طبعا. تمام. في ناس بيتحايلوا على هذا الموقف ويجيبوا مثلا السرير اللي هو بيفتح ويتقفل، الكنبه اللي هي بتتفتح استوديو تبقى سرير. ليها طرق كتير، بس مش ضروري اوضه الاطفال اللي هي بقى اوضه اللي هي السرير ومكتب ودولاب ومش عارف ايه. لا يا جماعه، مكتب ايه الولد اللي لسه مولود لسه هيخش بس كمان 5 سنين؟ احنا بنهرج. ده احنا كده بنعمل سيت اب الثانوية العامة وهو ايوه لسه ما ليه؟ تكونش. ده مش منطقي. انا ما هو ده بقى الحاجه اللي تغيظك. ايوه. واللي انت كنت بتقوله بقى في المقدمه بتاعتك ان الكلام ده بيتحط في القايمه. يعني معنى كده انها حاجه مش هقول لك انا ملزم بيها، يعني حته ملزم بيها دي بقى دي لسه جايه قدام في كلامنا يعني. ايوه. بس اللقطه بتاعت بقى اللي انا شايفها هزار بايخ بقى، اللي هي الحته اللي لسه قايلها لك من شويه، الشاشه اللي فين والشاشه اللي فين والشاشه اللي فين والاير فراير والمايكرويف، وهي اصلا ما تعرفش تطبخ. ده موضوع تاني خالص بقى اللي هي بتاعت الاندومي دي. يعني ده اهو نمشي الدنيا ده هنمشي. ليله تانية يعني. ده احنا كنا بنفترض ان هي هتستخدم الحاجات دي كلها. تعالى بقى نتفرج على التهريج التاني اللي هو فعلا بقى يعني 5 جد كده، اللي هو فعلا انا شايفه عباره عن هدم لاساس يسره ولا تعسره. مم. ده برضو قاعده شرعيه، ده طبعا. حديث، او على ما اتذكر ان هو حديث. تمام. ف يعني انا عايز اسهل الجواز. الطبيعي والمنطقي اللي على الفطره انك تسهل الجواز، وكمان الجواز بدري. مش عايز بقى اخش في سكه ان الكلام ان الصحابه زمان كانوا بيتجوزوا بمجرد البلوغ في 13 و14 سنه، والبنات كانوا بيتجوزوا في 10 11 سنه، ويبداوا الحياه بتاعتهم من السن ده، لان طبعا لا تربيه ولا اخلاق ولا دين ولا مجتمع يسمح بحاجه زي كده دلوقتي. العيل اللي دلوقتي في ثانويه عامه امه بتوديه درس وبتجيه وتستناه بره. فبص مش هنتكلم بقى في ايه في الحته دي خالص، بس هنتكلم في حته انك تيسر الجواز على قد ما تقدر، لان هو ده هيبقى العنوان بتاعنا. بالظبط كده. تمام. هتيسره ازاي يا فندم وحضرتك شارط على العريس في الشوار ان هم يجيبوا 40 فوطه؟ انت لو بتتوضى مع كل ركعه مش هتجرب 40 فوطه. يعني انا كواحد رياضي 40 فوطه لو هروح الجيم مرتين لو بجهز لمستر اولمبيا مش هحتاج ال 40 ده لو فوطه. بيج رامي مش هيستخدم الحاجات دي كلها. تمام. تعالى يقول لك لا لازم يكون في 100 طقم سرير. ده ملهاش تفسير ان العريس والعروسه بيعملوها على روحهم لغايه دلوقتي. اما ها،
يعني إيه 80 يعني إيه أنا مش يعني حضرتك لو ما غسلتش الملايات خالص والملاية بالطقم بتاعها بأكياس المخدة بالكلام ده كله بتقعد على سرير 3 أيام، يعني في مم. الأسبوع طقمين، يعني أنت بتتكلم في 40 طقم، 50 طقم، إحنا قلنا إيه 100 100 طقم، طقم 50 أسبوع، يعني سنة، يعني الهانم لو قعدت سنة ما تغسلش عندها ملاياتها، هتحطها فين؟ معلش هتحطها فين؟ تديها لأمها وتقول لها: ماما مثلا. وأنتِ جاي لي بقى الأسبوع الجاي هاتي لي معاكِ ملايتين عشان عايزة أغيّر، بقى في إيه؟ خلاص بقى احنا كده اللي بيتفرش بيترمي مش بيتغسل. يعني ما فلوس في الأرض بقى، اه واخد بالك، ما أنا جايب واحد أحلبه، فاهم؟ للاسف. آمم، طقم حِلَل stainless وطقم حِلَل سيراميك وطقم حِلَل محمّل ألمونيوم وطقم حِلَل جرانيت، ده غير الصواني، عايزين صواني مربعة وصواني مدوّرة وصواني بيتزا وصواني كيك عشان وصواني الاندومي ما شاي. تلزقش. الله ينور عليك. وفي الآخر تلاقيها كل اللي بتستخدمه في المطبخ الكاتل هتسخّن للاسف. بيها اندومي. فأنا دلوقتي إحنا كنا بنتكلم في احتياجات الجواز وأنا داخل أتجوز بإيه، إحنا لسه ما مم. اتكلمناش بقى في موضوع القايمة، هنخش في موضوع القايمة. كل ده تمهيد. ده تمهيد، يعني أنا مم. باقول لك إن أصلًا اللي بيتحط في القايمة ما لوش لازمة، ده غير إن إحنا للاسف. هنتكلم في إن القايمة كلها على بعضها ما لهاش لازمة، ده موضوع تاني بقى اللي هنخش فيه في المرحلة القادمة إن شاء الله. فييجي حسام، ييجي محمد، ييجي زيد، ييجي عبيد عايز يتجوز. أنت القصة اللي حكيتها لنا كان واحد سافر واتمرمط عشان يكوّن نَفْسه، بالظبط. دي نسبة كام في المِيّة من الشباب يا باشا؟ نسبة قليلة، نسبة اللي قليلة، مش هنقول بيسافروا مش هنقول كام في المِيّة، نسبة قليلة، مم. تمام. الباقي بقى ماله؟ ما هو ملطوط هنا، ما بياخدش الحد الأدنى للأجور، مستعبد في شغله، زي ما كُنّا مستعبدين في أشغالنا، ما عندكش القدرة على الطموح، أنت حضرتك ماشي في سكة آمم أقرب ما يكون إلى الطور اللي في ساقية، هو عمّال يلِف علشان الساقية تجيب مَيّة وتنزل في الإيه، في الحوض بتاع تقسيم الأرض ويتوزّع على الأرض بتاعتنا. يوم بيومه. أنت الشاب دلوقتي بيتخرّج، تمام، بيبقى عامل حسابه إن هو عايز يشتغل علشان يتجوّز، تمام، والجواز بالنسبة له، بالنسبة للشاب بالذات في مصر هنا، الجواز بالنسبة له عبارة عن متنفّس. زي ما قُلنا في ضغوط كتيرة بيشوفها حواليه، في رغبات طبعًا، هرموناته بتبقى شغّالة من ساعة البلوغ مع المراهقة مع مش عارف إيه وبتاع، وإحنا مجتمع يعني نقدر نقول عليه اسمًا فقط يعني مجتمع مش هاقول مكبوت، بس مجتمع مُغلق، يعني حتى لو في بلاوي فهي خلف الأبواب المُغلقة، مش على المَلأ زي مثلًا المجتمعات المنفتحة زي أوروبا وأمريكا وكده. بالظبط. ففي مشاكل، في مشاكل، في بلاوي، في بلاوي، بس الواحد بقى بمجرد ما ياخد قرار إنه يتجوّز، المفروض من وجهة نظري الدنيا كلّها تُقف، تعظيم سلام، باشا الراجل ده هيتساعد، ليه؟ لإنه تخلّى عن الحرام وقرّر الحلال، مع إن ما نتفق تمامًا إن دايمًا أنا باخدها كقاعدة عامة في حياتي وأنا باتعامل مع الناس وباتكلّم معاهم، إن الحرام أسهل بكتير من الحلال. للاسف ده مش في الجواز بس. فلسه هاقول لك ده في كل مم. حاجة، أسهل ما يمكن تغش في الامتحان إنك تذاكر، أسهل ما يمكن إنك تغش في الميزان وتزوّد ربحك على إنك تبيع بحلال ربنا وما تطفّفش الميزان، أسهل بكتير إنك تمشي ماشي شمال وبتاع عن إنك تروح بقى وزي أنت ما قُلت تتبهدل ويطلع عينك وتعمل شقة علشان تتجوّز في الآخر بحلال ربنا، فالحرام أسهل. فكون إن الراجل يتخلى عن هذا ويكون عنده القدر الكافي من التربية والأخلاق والدين، إنه يبقى عارف إن اللي رايح يعمله دوّة هو الصح، أنا بصراحة شايفها إنه فُجر منّي لو أنا عطّلته، فُجر من أي حد لو أنا ضيّقتها عليه أو صعّبتها عليه، تمام، لإن هنرجع تاني بقى لأصل الدين اللي بيقول لك إيه، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوه، والآية الكريمة بتقول إيه، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، يعني المفروض الذكر والأنثى دول يبقوا مع بعض يعملوا شعوب وقبائل مختلفة نتعارف بقى والدنيا تبقى كويسة، وفي الآخر قال لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللي هي مكملة ومتممة تمامًا للحديث اللي بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حتى لما الراجل اتقال له فاصفر بذات الدين. احنا يعني حتى بنتكلم في كل ده حاجه. في الأنثى، اه. يعني أنت بالنسبة للراجل
اذا جاءكم من ترضون دينه. وبالنسبه للانثى تنكح المراه لاربع اللي مش عارف ايه، فاصفر بذات الدين تربت يدك. يعني حتى لو انت اخترتها لحاجات تانية وده حقك، يعني حتى الدين الحديث بيقول لك انك ممكن تختار الانثى على هذا الاساس. بالظبط. انت لو اخترتها على انها جميله ما اجرمتش، مم. اخترتها على انها ذات حسب ونسب ما اجرمتش، انها ذات مال ما اجرمتش. بس لو رحت لام الدين الاولويه هترتاح. بقى هنا. هترتاح. مم. مين عارف يا عم، ممكن ربنا يكرمك بعد ما تظفر بذات الدين، ربنا يكرمك بقى والدنيا تتفتح في وشك بقى. بالظبط كده. وده غالبا اللي بيحصل. وده شفناه كتير، شفناه كتير مع الناس اللي عايزه ايه، يا عايزه باشا عبد تعيش. الغفور البرعي وفاطمه كشري، هنروح بعيد ليه؟ ما هو قدامنا هم. هي دي الناس حاجه. كانوا دي الناس كانوا مش لاقيين ياكلوا وبياكلوا كشري ولغايه لما معدتهم ولعت. وشوف بعد كده ربنا كرمه ازاي. ليه؟ لانه راح يختار بنت الحلال، وهي وافقت بالراجل اللي بيشقى ويتعب واللي كان كل شويه يقول لها ايه؟ لا انا الراجل، لا انا اللي هصرف، لا ما تتعبيش نفسك، لا مش عارف ايه. ويوم ما اخد الذهب بتاعها الراجل كان هيعيط، حاسس ان هو حاسس ان هو اجرم. حاسس بانكسار، بس هي ما ايوه. عشان. بس هي عشان بنت ناس ما بالظبط، حسيتوش بكده. الاختيار الصح ده. الله ينور عليك. فلما نيجي نختار، ده بص، ده كمان مرحله الاختيار دي ليها كلام تاني خالص يعني. بس لو انت حضرتك ربنا كرمك وقررت انك هتتجوز، واخترت بنت الناس اللي انت حاسس ان انت بتحبها وقادر تكمل حياتك معاها، تمام. الحاجه الوحيده العدله اللي موجوده في المجتمعات الغربيه المنحله زي ما بنقول عليها هي الجواز. مشروع الجواز نفسه. بالظبط. اتنين بيتعرفوا على بعض، اتنين بيحبوا بعض، يلا نكمل، يلا نتجوز، يلا. انت شقتك ايجارها كام؟ قد كده. وانت شقتك ايجارها كام؟ قد كده. هنروح للايجار الاقل ونوفر ده ونعيش حياه كويسه. احنا متجوزين بقى هنعيش في مكان واحد بس مش اتنين. بالظبط. تمام. لا بقى في شبكه، ولا في مهر، ولا في عفش مش عارف ايه. كل حاجه بتتجدد واحده واحده ومش عارف لغايه لما يبداوا يقرروا بقى يخلفوا، فياخدوا بقى هاوس، ياخدوا بيت مش شقه مش عارف ايه، ويبدا الدنيا تمشي واحده واحده واحنا مع بعض. احنا مع بعض دي بقى هي الاختيار. مش هنكرر بالظبط. كلامنا تاني بقى. الاختيار سواء بالنسبه للذكر او بالنسبه للانثى عندنا احنا له معيار، ولسه قايلين دلوقتي فمش هنعيد الكلام تاني. مم. حلو. 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 يلا يا بنت الناس، خدي لي ميعاد مع والدك، انا جاي ايه؟ اتقدم. يلا بينا. شوف، هو لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في ان الراجل اخد قرار صح، متربي كويس، عارف ان هو ده الصح، ان هي دي الطريقه الوحيده السليمه سواء للفطره او في الدين او في الحياه، ان ربنا يكرمك انك تخش البيت من بابه وتروح تتقدم لبنت الناس مع اهلها من غير مشي كتير ولف كتير والكلام ده كله، عشان حتى سمعتها دي هتبقى مراتك في يوم من الايام. دخلت البيت وقدامك حاجه من الاتنين هتحصل، ملهمش تالت. يا هيحصل معاك زي اخينا ده اللي كان شغال في الخليج وسمع الكلمتين اللي ملهمش لازمه دول، تمام. يا اما هيكون حظك حلو وربنا هيكرمك بناس عارفه دين ربنا، وعارفه ان مفيش حاجه اسمها اضمن حق بنتي. احنا كده، انت كده، انا اسف يعني في اللفظ والله مش لاقي لها تفسير تاني. انت بتتأله على الله. والله انت عايز ازدراء. ترى. انا شايف ايوه. ده ازدراء. الشرع ما قصرش في انه يقول حقوق الست ايه. ايوه طبعا. وغير كده وكده، يعني غير كده وكده، انت مين عشان تقول اضمن؟ يعني ايه تضمن حق بنتك؟ انت ضامن انت شخصيا تعيش لغايه بكره؟ يعني ايه اضمن؟ وبعدين كمان بقى النغمه الغريبه جدا بتاعت اصل اللي شاري ما يتكلمش في الحاجات دي. لا يا حبيبي، زي ما انت باني كلامك كله على المسلسلات والافلام والقضايا اللي بنشوفها في المسلسلات والافلام، ان مش عارف مين يتجوز على مراته ويقطع صرف على مراته وعياله الاولانيه ومش عارف ايه وبتاع، والمسلسل كله في رمضان بيبقى كله فلفل وشطه وده يطلع يردح لده وده يطلع. انت شايف ان هو ده المجتمع؟ تمام. طب ما نفس الكلام شايف الناس بقى اللي على ارض الواقع، الرجاله المحبوسه بالقايمه والرجال المحبوسه بالنفقه والرجال المحبوسه مش عارف مش... طب انت عايز تضمن حق بنتك، انا مين يضمن حقي؟ ما احنا كده بقى دخلنا في مرحله ان احنا تحولنا زي ما قلت لك في الاول، الموضوع تحول لاستثمار وبزنس، وكل واحد بيحاول يحط شروط في العقد اللي احنا هنمضيه مع بعض عشان نبدا البيزنس مع بعض عشان يضمن حق نفسه
وبس. بالظبط، بنشوف في حالة الخسارة الدنيا هتمشي ازاي، وهنا بقى في الجواز بتبقى في حالة الطلاق. ما هي في نقطة تانية بقى أسوأ من كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. أنا لغاية دلوقتي لسه ما انفردتش ببنتك، لسه مش من حق الخلوة الشرعية واحنا بنتكلم في الطلاق. هو أنا هو المفروض إن أنا الكلام ده أفهمه من شغلي زمان في السوفت وير، إن أنت بتعمل كل البوسيبل سيناريوز وأنت بتعمل الكود بتاعك علشان البرنامج بتاعك يبقى as perfect as possible. تمام. بالظبط. لكن الجواز المفروض ان اوبشن الطلاق ما يتمنشنش اصلا، لان مش ده الغرض. انا مش داخل بقول ايه يا جماعه احنا هنتجوز، ولو حصل تفاهم وربنا سهل بقى وكملنا خير وبركه، ما كملناش هنتطلق، وفي الحاله دي يحصل 1 2 3 4 5. يا جماعه هو مش سوفت وير، مش كود، مش اف ايلس، يعني مش ما بيجيش كده. يعني انا وانا قاعد في قعده الاتفاق على الجواز بتكلم على اللي هيحصل لما نتطلق. انت رحت ايه يا عم؟ انتوا في ايه يا جماعه؟ يعني انا داخل البيت من بابه عشان اتجوز، وانت بتكلمني في الطلاق؟ لا، وايه بتتكلم عليه على انه مسألة وقت. بنسبه كبيره هيحصل. فاحنا بنتكلم في انه مش if it will happen when. وين فاللي هو تمام، ايه، يعني انا مش داخل لما اعمر. يحصل، مش لو حصل، لا ده لما يحصل. مم. فانت حضرتك مأمني ازاي على بنتك؟ تمام، ان انا اتجوزها يا سيدي. اقول لك حاجه، انا هكتب لك مؤخر $1,000,000. اقول لك $1,000,000 كيلو ذهب. حلو. تقريبا احتياطي الكرة الأرضية من الدهب. ده احتياطي المجره كلها. واخد أي. بالك؟ وهكتب لك ان انا القايمه ب 2 مليون استرليني، وهقول لك ان انا مش عارف، بص هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس في حاله ان في مشكله بيني وبين بنتك، تمام، لو حصلت بقى، تمام، انا مش هطلق، وراجل فيكو يخليني اطلق. اخرها لما تزهق خالص، وانا قادر ان انا ازهقها، تمام، هتروح تخلعني من في محكمه الاسره، والخلع معناه انها ترد لي كل حقوقي، كل اللي دفعته، تبريني زي ما بيقولوا، تبرئني من الحقوق دي عشان اتطلق، عشان اتخلع منه. حلو. هات لي بقى اللي انا كاتبه، مش انت هات لي بقى 2 مليار استرليني، وهات لي 100 مليار كيلو ذهب بتاع المجره كلهم. يلا. ادي بقى الضمانة اللي انت ايوه، شايفها ضمانة ليك. ما هي الفكره من الاساس، بما انها بنيت على باطل فهي باطل. بالظبط. ومش عمرك ما هتمنع هيكون لك حق الوحش انه خالص. يتعدل، لا هتعدل الوحش، وبالعكس هي هتظلم الكويس. هل ده جواز؟ هل ده الجواز اللي كنا لسه بنتكلم بيه في المقدمه اللي كنت قلت لك لازم نبدا بيها الاول؟ لا، الجواز سكن، الجواز رحمه. انا دلوقتي بتجوز عشان استقر نفسيا. ليه؟ قبل ما اتجوز اصلا، قبل ما اخش بيتي انا وهي، ابقى عايش في توتر وقلق، ويا ترى امضي ولا ما امضيش، اعمل ولا ما اعملش، طب اكلم ابويا اخد رايه، ابقى ابويا شايف ايه، امي، صحابي، طيب مش عارف ايه، طب انا حاسس ايه التوتر ده؟ انت كاتب الشوكة اللي بتاكل بيها. يا باشا حضرتك سيبك من الشوكه، وسيبك من اللي هيتكتب، وسيبك من الكلام ده كله. انا بتكلم في كونسبت عام اكبر من كده بكتير. ما بقول لك يا انت راجل، ده انا لو اوريدي. نازل نزوله مع اصحابي عشان انبسط، وحصلت حاجه تعكنن عليا، مش نازل. بالظبط. لو نفسي هفتني على اكله، ودخلت المطبخ وفتحت التلاجة لقيت كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس اساسيه، مش جايب حاجه، مش هعمل اكل خلاص، وهبقى متعكنن على فكره، هبقى متضايق. تمام. طب انا داخل اتجوز عشان زي ما قلنا استقرار النفسي والبدني والعاطفي، واعمر الارض واعمل بامر ربنا، ودخلت البيت من بابه علشان ابقى ماشي صح، ومش عارف كل الحاجات اللي المفروض ان الطبيعي انها تكون صح تحصل، انا عملتها، وابقى عايش في توتر، ابقى عايش في ان انا مش مبسوط. فين القوامة بقى؟ ما هو كده اللي هي الأساس، القوامة. فين القوامة؟ وأنا ماضي مش بس على الحاجات اللي أملكها، ده أنا ماضي على الحاجات اللي لسه ما امتلكتهاش، لأن احنا كاتبين 50 جرام دهب. مم. أنا اتجوزت السنة دي،
حصل مشاكل كمان 5-6 سنين، ده احنا من 3 شهور بنتكلم في اسعار بتاعت دلوقتي. الله ينور عليك. آم، ما اعتقدش ان في كلام يتقال اكتر من كده في الحته دي، لان الموضوع بتاعها واضح. حته القايمه بشكل عام، ومش عايز اخش في التاريخ اللي بيقول ان القايمه اصلا من اصل يهودي، ايام يهود مصر ما كانوا موجودين، ويعني للاسف تسللت بشكل ما الى الثقافه المصريه ايام ما كانوا اليهود شغالين عايشين في مصر، يعني قبل الثوره وقبل النكسه والحاجات دي كلها. بس هي مش بتاعتنا، يعني ده يثبت انها مش بتاعتنا. الثوره دي، سوري، القايمه دي مش بتاعتنا، مش لا من ديننا ولا من مجتمعنا ولا من عرفنا ولا من اي حاجه. وبعدين كمان تعال نقول ان هي بقت في العرف، يعني تعال نقول انها بقى، مع انها المفروض ما تخشش يعني، بس تعال نقول انها خلاص بقت عرف. تمام. واهالينا وازاي بتتكلم، ده انا جدي عمل، ده انا بغض بقيت سيبك مترسخه، انت بتتكلم في الثوابت، ده انت كده هتكفر. سيبك من كل ده بقى، وتعالى نشوف اولوياتنا. هو انا لما اجي اقول لك دلوقتي القانون بيقول كذا والعرف بيقول كذا، مين كلامه هيمشي؟ القانون. كواحد كنت محامي بقول لك القانون. قانون. فانت دلوقتي عندك الاساس التشريع عندنا هو القرآن والسنة، يليه بالظبط. القانون، ثم الاصول والاعراف، ده اخر حاجة. وبنسبة كبيرة زمان كانت كل الحاجات دي امتداد لبعضها، ما عدا بعض الاستثناءات الغريبة. يعني مثلا الطار في الصعيد ده كان عرف، عرف منيل ب60 نيلة بس اسمه كان عرف. ولسه مستمر. يعني طبعا السوشيال ميديا والحاجات دي ما بكتير من غيرتوش. اقل بس بكتير من الاول، بس فعلا موجود. مم. تمام. لما تيجي بقى تقول لي حد يقتل حد في الصعيد ويقول لك لا اصل ده طار، ده العرف، بس القانون بيقول كذا، يبقى القانون هو اللي هيمشي، لان القانون فوق العرف. بالظبط. فبالك انت دلوقتي بتقول لي العرف، القايمه، العرف يجي لها كذا، العرف يتكتب لها كذا، العرف مش عارف ايه، وانت عارف ان هو خريج بقاله سنتين ما لحقش يعمل حاجه، ما لحقش تيجي تطلب منه الحاجات دي كلها، هو في ايه؟ انت كده بتقدره، ده تقدير. لو بتقول له انا موافق بس بشرط كذا، طب ما الشرط ده غير قابل للتحقيق، بص انا ما رفضتش، انت اللي مش قادر، يقوم قلب الترابيزه عليه. مش قادر مع انك لو تتجوز، شفت بدايته، مش الراجل اللي قاعد جوزت معاك ده، مثلا، لو هتشوف بقى بدايته ده كانت اتجوز ازاي. بحته بلقمه وحته الجبنه، هو اتجوز فعلا بلقمه وحته الجبنه. لا، هو عايزك تبتدي مش حتى من مكان ما هو انتهى، لا ده بيتكلم عايزك في بداية مش موجودة في الواقع. انا عايزك تبتدي في اللي انا وصلت له دلوقتي ومعايش بنتي فيه دلوقتي بعد 30 سنه من جوازي من امها، واخد بالك؟ فكل اللي احنا بنتكلم فيه دوت مشكلته الكبيره ان الناس لما بيجي يتكلموا على الموضوع على انه زي انت ما قلت امر مسلم بيه، وان هو لو انا غلطت او استنكرت او حاجه زي كده ابقى انا كده كفرت، تلاقي الناس دي بيتكلموا في الدين او مبدئين الدين على اي حاجه تانية، في اي حاجه تانية غير الجواز. فالجواز اللي هو اساس المجتمع، الجواز اللي هو اللي بيعمل المجتمع، واقع مننا، احنا مش عارفين نظبطه. ولما يعني بمعجزه ما نتجوز، يقول لك نسبه الطلاق وصلت في مصر لغايه في الاخر احصائيات يعني 80% ولا 75%، يعني من وسط كل 4 زيجات 3 بيفشلوا. نسبة نسبة هتخض مرعبة، في بلد نسبة المفروض انها مرعبة، اسلامية. مرعبة. البلد اللي الناس يعني مش من بعيد، والله مش بعيد، من ماكسيمم 20-25 سنة، وده في عمر الشعوب ولا حاجة. بالظبط. تمام. كان الناس بيتجوزوا فعلا جوازات اللي هي اللي احنا دلوقتي بنقول عليها الجواز التقليدي، اللي هو يبقى في حفلة الخطوبة في البيت او في اوسع بيت في العيلة. لو مثلا في حد عنده ربنا كرمه عنده فيلا مثلا، ياخدوا الجنينة، يعملوا فيها الحاجة اوبن اير بتاع، حاجات بسيطة كده، سندوتشات بسيطة، حتة جاتو مثلا وكان زيت، حاجة ساقعة مش عارف ايه بتاع، الفرح يبقى في قاعة على القد. تمام. ده انت حتى كمان يعني انت لو عديت كل الهوبس، كل الحواجز دي كلها، ووصلت لموضوع الفرح والكلام ده كله، الموضوع كمان بقى شو مبقاش فرحة. ده؟ بنت خالتها تعمل لها كذا، اختها تعمل لها كذا. دي المقارنات اللي هي اللي احنا بنحاول ان احنا نقول ان هي مش صح،
في كل حاجه، في الشبكه، في القايمه. بس غير الفرح بقى، ان هتلاقي الموضوع عباره عن زي ما قلت لك، هو شو عامل زي البروجرام بتاع السيرك. في الاول لازم الزفه بره القاعه، تمام. وبعد الزفه في زفه المشاعر، لا استنى انا اسف، في الانترو الاول، الدخله. اه لازم الدخله برقصه معينه ما اترقصتش قبل كده، على مزيكا معينه ما اتلعبتش قبل كده، بطريقه ما تتنساش. انت بتمثل الفرحه، انت بتمثل انك فرحان. انت ممكن تكون فرحان فعلا، بس انا ليه اللي يخليني افرح؟ انا اتنطط زي القرد طول الفرح، واصحاب العريس هنا وصحبات العروسه هنا، ونختم بسهر الليالي. الموضوع بقى روتيني بقى. وطبعا الفخارات الجديده بقى بتاعت ان هم ايه، يجيبوا ست الحبايب يا حبيبه، والواد والبت وامهم يعيطوا مش وبتاع. عارف انا ايه ده الواحد وطبعا ده يعني. غير بقى الفيديوهات اللي هي ما قبل الفرح بتاعت الفيرست لوك، ولما تلف لازم تنبهر وتعيط وتنزل على ركبك ومش قادر، وايه الحلاوه دي، وتسلم ايدك يا ميك اب ارتست. يا جماعه الموضوع مش ايه ده ايه ده. في الفوتوغرافر بيشوف حاجات قبل طبعا العريس. العريس ما بيشوفهاش اصلا. فحته ان انا ابقى قاعد آه، في فرح، مش هقول لك متوقع اللي هيحصل، انا عارف اللي هيحصل، كذا وكذا وكذا. وهتلاقي بعد شويه الدي جي يقول لك يا جماعه نرتاح شويه عشان البوفيه، وبعد البوفيه يا جماعه انتوا تقلتوا ولا ايه، يلا بينا نكمل رقص. ليه؟ ليه؟ يعني انا بحترم جدا الولد والبنت اللي يعملوا الاتي. طبعا بعد التعارف، وبعد ان احنا خلاص يا جماعه انا جاي لك يا بنت الناس وعايز كذا وكذا وكذا، انه يقول لها هو عايز ايه، وايه اللي هيقبله وايه اللي ما يقبلوش. ساعتها الولد ده سيقابل من البنت بحاجه من الاثنين: يا هتقول له انا معاك، يا هتقول له لا، اهلي هتكسر ما فرحتي. مش عارف ايه وبتاع، وفرحتي ومش فرحتي، وانا اهلي ما اقدرش اعارضهم ومش عارف ايه. انا لو من الشاب ده، طب سلام عليكم يا بنت الناس، ربنا يوفقك باللي هيعمل لك اللي انت عايزاه، تمام. ولما الولد يروح بقى في السيناريو الاولاني، لما تقول له انا معاك، يبقى مفهمها انا مش بتاع قوايم، انا هجهز البيت من مجاميعه على قدي وعلى قد عيشتنا، احنا لسه عرسان جداد. من الاخر كده، لو عندنا في المطبخ تلاجة وبوتاجاز وغسالة، وعندنا في اوضه النوم سرير ودولاب وسراحه وتسريحه ليكي، وعندنا تلفزيون نتفرج عليه على حاجه بعد الظهر، انا كده ملك زماني. هتلاقي ابوك يقول لك مش عارف ايه، وكم بطانيه وكم لحاف، وانا مش بتاع الحاجات دي كلها. الذهب، انا بعد ما اخلص شقتنا كامل من مم. مجاميعه، تمام، انا كده مش هدفع مهر، انا شطب الشقه، تمام. انت ليكي في ذمتي شبكه، والله لو اتبقى معايا فلوس بعد ما اخلص الشقه بتاعتنا واجهزها بما يليق بيكي على قد احتياجاتي، والله لو طول اجيب لك جرام واحد بس هجيبه لك بتاعك، الفلوس هتبقى بتاعتك. لو مش كده، سنه اتنين تلاته ربنا يكرمنا نكون حوشنا، ليكي في ذمتي شبكه، هديتك عندي، موافقه يا بنت الناس، انا معاك. بس خلاص كده انتهينا. البنت هتقف لاهلها، ومش بقول تقف لاهلها انها تبقى قليله الادب ولا متمرده عليهم اطلاقا، بالعكس، دي هي بتديهم اللي هم بيسموها كده الايه، الويك اب كول، صفعه كده فوق يا جماعه، احنا بنتجوز، مش بنغلس على بعض، تمام. فهل آه، نسبه الشباب والشابات اللي يقدروا يعملوا كده كبيره؟ للاسف لا. هم دول الواحد في المية اللي بيكملوا، سوري، الواحد من الاربعه اللي بيكملوا، مش الواحد في المية، ال 25% اللي بيكملوا هم دول. وطبعا الى حد ما جوازات الصالونات، جوازات القرايب، اللي هي بدات نسبتها تقل. فعلشان كده نسب الجواز بقى اللي هي بتاعت بابا انا عايز اتجوز، او حماده انت كبرت بقى عندك 26 سنه لازم تتجوز بقى، او يا فلانه انت داخله على ال 30 لازم تتجوزي بقى. فتلاقي الجوازات بقت يا اما حاجه من الاثنين: يا اما الجواز الشاب ما بيتعبش فيها ومتخيل انه بعد الجواز هيلاقي بقى عمر وسلمى بقى، وفاهم انت الليله وبتاع والكلام ده، الريفرنس يفاجئ اللي احنا داخلين اه بيه ده. اه يفاجئ بقى ان لا، ايه ده انا برجع البيت ما بترقص لي، ده انا برجع البيت ما الاقيش لابسه مش عارف عامله ايه. والله بيفكروا كده، تمام. ده انا برجع البيت ما الاقيهاش مولعه شموع وتقول لي ايوه يا حبيبي، ومحضر لك الحمام، واخش الاقي البانيو مليان ميه دافيه فيها ورد. ايه يا عم في ايه؟ دي حياه، دي حياه مش فيلم. فلما يلاقي المنظر ده، طبعا الاكسبكتيشنز، التوقعات اللي عنده بتتضرب مليون جزمه. وبما انه مش تعبان فيها. فيقول ايه بقى؟ يا عم غوري، مش عايز اكمل، مش عايز اكمل.
ابوه بقى اللي جايب له الشقه واللي دافع له المهر واللي مش عارف ايه وبتاع، وهيروح بعدها يصيع وهي يبقى اسمها مطلقه وهو هيعيش حياته، ونبدا مأساة بنت لذينه بتسوء اكتر لو هي كانت حامل مثلا، بلاوي بقى ومحكمه اسره ونفقه ليله سودا ملهاش لازمه خالص. لو كان الموضوع مشى اسهل من كده، اختيار صح من الاول للاتنين، تسهيل وتيسير في الجواز، جواز على سنة الله ورسوله فقط، لا عرف ولا ما عرفش. تمام. الراجل هو القائم بشؤون البيت، هو القائم بالبيت بتجهيزه بكل حاجة على قد ما قدرته. يلا يا بنت الناس نتجوز وربنا يكرمنا، وصدقني لو عملوا كده هيكرمهم والدنيا هتستمر. أي غلطة أو أي تغيير في السلسلة اللي احنا قلناها من شوية دي ستؤدي بالتبعية إن الدنيا تبوظ في مرحلة ما. يعني أنا أعرف ناس، وأنا آسف إن أنا بقول كده لأنها حاجة مؤلمة، بيطلقوا بعد 10 و12 و15 و20 سنة جواز. دي حاجة مؤلمة جدًا، جدا. لإن معنى كده إن هو فعلًا، فعلًا، فعلًا يا إما كان دايس على نفسه بالجزمة ومكمّل لأي سبب من الأسباب بقى، عشان العيال، عشان حاجة، أيًا كان، تمام، يا إما حاول محاولات مريرة إنه يصلّح، بس في الآخر خلاص بقى ما فيش. في الحالة دي هيبقى الطلاق مُبرّر، أنا حاولت، تمام، عدم توافق بقى فكري، عدم توافق نفسي، عدم توافق جسدي، أيًا كانت المشكلة فين، بس تعالَ نتفق على حاجة، إن ربنا عمره ما يخلق حاجة أو يشرّع حاجة إلا لو كان ليها ضرورة. فبما إن في مهرب اسمه الطلاق في حالة استحالة العِشرة، فربنا ادّاه لنا. مش حاجه نعمل حاجه تصعب أيوه، حتى الله الواي ينوّر اوت. عليك. لو الموضوع يبقى مش تمام، ما هو ابغض الحلال بس حلال. ما هو عشان حلال أنا هاعمله، وأنا مش آثم، وأنا مش غلطان، وأنا مش باعمل حاجة غلط، ولكن زي ما أنت ما قُلت أبغض الحلال. يعني هو حلال بس خلّيه الlast resort، خلّيه آخر حل عندك. يعني حتى كانت بتتقال كده: فحكموا من أهله وحكموا من أهلها. يعني يعني لو وصلتوا لمرحلة إن أنتم الاتنين مش قادرين تتفاهموا مع بعض، هات حد من عندك وحد من عندها، واحكوا وحكّموا الناس، واللي يحصل اقبلوا بيه. وانت كأب كتبت قايمة، اكيد مش هتبقى حابب ان الراجل ده عايش مع بنتك عشان القايمة مش عشان عايز يعيش معاها. لأ مش فارقة، ما هو اليومين دول بقت مش فارقة، يا ريتها كانت كده والله، يا ريتها يا سام كانت كده. دلوقتي إحنا اتفقنا خلاص بقى، الموضوع بقى استثمار، فخلاص هي البنت مش عايزاه، خلاص ادفع بقى تمن غلطتك. يعني ممكن تكون بنته هي اللي غلطانة، ووارد الراجل يبقى ب60 كده. أنا ما باقولش بالظبط. مين اللي غ ما ما احنا يعني هنا مش مش بنتحامل على طرف وطرف، بالضبط، لا. إحنا مش بنشاور على طرف ونقول بُص أنت اللي غلطان، أنت اللي عملت، أنت اللي سويت، مش هي كده خالص. بس احنا بنتكلم في عرف خلى الاتنين، خلى الاتنين سواء هو او هي بالحاجة اللي اتكتبت دي ما بقاش عارف يعمل الحلال اللي ربنا شرعه عادي، وهو الطلاق. لا، انا لو بالضبط. اتطلقت خسرت فلوسي وفلوس اهلي. أنت هتلاقيه بقى بيقول لك إيه، أنا مضطر إن أنا أكمّل عشان اللي عليّا. ودي برضه من أسباب استمرار الزيجات بشكل آآ مؤلم للطرفين. ما هو الراجل لا يا عم أطلّق إيه، وأنا كاتب قايمة بقد كده وعليّا مش عارف مهر قد كده ومؤخر قد كده، لا خلّيها ماشية كده، وتلاقيه يخون بقى. ما طبعا متخيل كمان النشء اللي تلاقيه هيطلع من علاقة زي دي. مثلًا، وهتلاقيه هو يخون، وهي ممكن تعرف، فتخون هي فادي كمان. الغرض من الجواز اللي هو العفة ما تحققش. ما تحققش معاهم. ولو اتكلمنا في الشرع بقى، ال ال اللي بيزني دوّة وهو متزوج، عقابه أكبر بكتير من اللي زاني وهو ما اتجوزش. يعني الزاني بالظبط. اللي ما اتجوزش ده بيُجلد تقريبًا بيُنفى سنة أو حاجة زي هو كده ويرجع الجلد، تاني. انا طبعا مش هنتكلم في الحتة دي قوي، بس انا كان اللي مش متجوز جلد، واللي متجوز رجم حتى الموت، ده حتى اللي في الموت. الشرع. ما أنا باقول لك، ما يعني أنت عقابك بقى أكبر ليه؟ لإن حلال ربنا قدامك أهو معاك، تقوم أنت رايح للحرام، لأ ده أنت فاجر بقى تعالَ. هو التاني غلطان اللي مش متجوز، بس على الأقل ما جرّبش الحلال، فأنا مش قادر ألومه اللوم بتاع اللي متجوز. بسبب استحالة العيشة، بسبب عرف فاسد. الله ينور عليك. هو لو الدنيا ماشية تمام بقى، تمام، والله يا بنت الناس هيروح لأبوها زي ما دخل من البيت من بابه، هيخش البيت من بابه. والله يا حاج إحنا بقى لنا أهو مثلًا 7، 8، 10 whatever بقى المدة متجوزين، في مشاكل كذا، 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 وأنا حاولت
وانت اتدخلت ووالدي اتدخل وقلنا هنصلح وبتاع، والدنيا ما اتصلحتش في مصلحتنا ومصلحه مصلحتي انا ومصلحتها ومصلحه العيال لو في يعني، تمام، ان الحاجه ما تستمرش. هي ولادي، انا هصرف عليهم، تمام، عيالي ملزمين مني وانا ابوهم وهشوفهم وازورهم ومش عارف ايه وبتاع، بس انا وهي كزوج وزوجه ما ينفعش. العرف الوحيد زي اللي عواقبه مكمله معاك. بالظبط زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، خلصنا. ما احنا والله لما بنيجي بنقول احنا هم صعبوا الحلال، احنا ما بنتكلمش على الجواز بس، ما احنا بنتكلم على الطلاق برضه. ما هو الطلاق حلال بالظبط. والطلاق حل، زي ما انت قلت من شويه الاستحاله العشره. ممكن لو يكون حل ليك ولبنتك، انت اللي كتبت القايمه ايوه، واشترطت، ما انت ممكن خلاص. خد بالك من حاجه تانية كمان. آه ممكن يكون الراجل هو اللي ب 60. انا ما بقولش ان الرجاله ملائكه والستات هم ولا 60 في 70، بالعكس، ده ممكن يكون الراجل ب 60 في 70 واحنا عايزين نطلقها منه وهو رافض عشان اللي هو مربوط بيه، فاحنا بنتنا مجبره تكمل عشان الراجل مش عارف يدفع لهم ثمن الطلاق. يا اما فاهم حاجه؟ هتحله من الثمن ده، وساعتها هيبقى ادي هتحله الضمانه. ساعتها انت بقى ادي الضمان تخليت بتاعك. عن الضمانه طوعيه منك. ليه؟ ليه؟ بعيدنا عن الشرع. عشان انت بعدت عن الشرع اولا، وعشان تشتري بنتك، انت كده تشتريها، فانت اشتريتها بالفلوس اللي انت كانت مكتوبه على الراجل. فاحنا تحولنا الجواز، انا اسف بقى نخاسه. مشروع الجواز في مصر بقى نخاسه. وعشان نقفل الحته دي بقى بحته لطيفه شويه كده، تعال نتفرج على اعلانات الجواز يا سام. مم. بتلاقي الناس بتعرض نفسها، او اللي بيعرض عروسه او اللي بيعرض عريس كانه بيعرض بضاعه. يعني بيعرض واحده يقول عليها ايه، بيضه طويله، مش عارف ممتلئه الجسد، مؤهل. خريجه كذا. مم. هل ده له علاقه يعني، هل ده في المانيفست بتاع الجمارك له فلوس زياده مثلا؟ يعني انا هدفع فيها فلوس دي عشان هي دكتوره. انت كحد غير بتاع سوفت وير، انت بقيت بتشوف ده سبيكس. حاجه شبه كده. يعني انا دلوقتي اكيد الجهاز الرمى الاربعه غير الجهاز الرمى الثمانيه غير الجهاز الرمى ال16. فانت هتيجي تقول لي دلوقتي دي لا خد ده، دي طبيبه، دي مم. مهندسه، دي مش عارف ايه، دي بيضاء، دي عينيها ملونه، يا عم في ايه يا عم؟ فين الحاجات دي؟ يعني كان في كذا بوست والله كوميدي، اتمنى ان هو يكون بوست مؤلف، ناس مؤلفينه عشان الريتش مش اكتر، بس ده لو حقيقي تبقى مصيبه. كارثه. هتلاقي واحده تقول لك ايه، آه انا عندي 26 سنه، دكتوره، وبشتغل، وجميله، وعيني مش عارف ايه، وطولي قد كده ومش عارف ايه، تفتكروا اطلب مهر قد ايه؟ اه، يا نهار اسود. بشوف وبقول يا رب يكون هزار. ده يمكن حته ان هو انونيمس بوست، بقول هو ايه، لا هو ان شاء هزار، الله هزار، ان شاء الله هو هزار هزار، يعني. ان شاء الله هزار، عشان ما نوصلش للمرحله دي من النخاسه فعلا. اه. وتلاقي الراجل يقول لك انا بشتغل في الخليج، مهندس، عندي شقتي وعندي عربيتي و... ونازل اجازه الاسبوع الجاي، تمام، فعايز الاقي عروسه اكتب عليها عشان واخدها معايا. اخلص ورقي واجيبها. انا بقى اللي بلاحظه في حاجه تانية بقى يا سام في الموضوع ده، مخلياني بترعب اكتر. ولا واحد في الاتنين سواء في الرجاله او في الستات بيتكلم على الدين. يعني تلاقي الراجل عشان يوقف يعظم في نفسه يقول بقى غير مدخن، رياضي، مش عارف ايه، البنت تقول انا طويله، ربة منزل، مش عارف ايه. ولا واحد فيهم بيقول ان انا بصلي، ولا واحد فيهم بيقول مثلا انا حافظ قد كده من القران. ولا انا مش شيخ والله. القران اللي كان جزء من المهر في الله اوقات ينور في عليك وقت من الاوقات كان يا بيبقى باشا، جزء من المهر. ما كانش جزء من المهر، ده ده كان كان المهر هو كله المهر. كمان. مم. واخد بالك انت حافظ من القران، مش فاكر كان مين من الصحابه حافظ سوره كذا، طب زوجتك فلانه بها بالسوره اللي انت حافظها. لا لا، احنا يعني الموضوع انحدر وتحول تاني من جواز لحاجه تانية. بيزنس اللي قلناها في الاول، ولا لها هنخلينا بيزنس مؤدبين عشان ولا لها استثمار هيبقى ولا في لها تيت تجاره. كتير. هيبقى في تيت يعني كتير. ليها مسميات كتير وللاسف كلهم صح،
قلت بيزنس انت صح، قلت تجاره انت صح، قلت استثمار انت صح، لكن هل في اي حاجه من اللي احنا قلناها ده هو الكور بتاع الجواز نفسه اللي احنا قلناه في الاول خالص؟ الاستقرار والراحه مفيش. لا خلاص، وده اللي توهنا. والله الحقيقه يا جماعه ان المشكله مش في الناس ولا في طريقه تطبيقهم للقايمه، المشكله في القايمه نفسها. مبدا الزواج في الاسلام قائم على موده ورحمه ومهر من الراجل للمراه، اتحول لورق بيحول البيت لعقد ضمان وديون والسجن. القايمه قلبت المعادله، الزوج بقى هو اللي بيستأجر البيت ويدفع عشان يدخل، وتتحول العلاقه من شراكه لحاله تأمين ضد الخساره. وده في حد ذاته تشويه لفكره الزواج. الزواج بيبدأ بعقود ماليه اكبر من النيه، بيتحول مع الوقت لحسبة وأرقام مش حياة ومودة. عشان كده مش محتاجين نصلح قوانين القايمة، احنا محتاجين نراجع وجودها أصلا. البيوت بتتبني بالثقة وقيمتها الحقيقية في احترام الزوجين لبعض، مش في ورقة بتسجن واحد وتظلم التاني. لحد ما نتقابل في حلقة جديدة بقى، عايزين آرائكم في التعليقات. اللي حابب يضيف حاجة كلمنا فيها، اللي شايفنا غلطانين في حاجة احنا ممكن نعمل في الردود دي. تمام يا تمانيناتي، الحلقة دي هيبقى فيها باك فاير احنا كلنا كنا مستعدين له، هيحصل وهنعمل لازم. حلقه على الباك فاير، بدليل ان الحلقه اوريدي نقدر نقول ان هي بلس 18. احنا اتكلمنا براحتنا قوي لان للاسف الواقع اقبح كتير من الطرق اللي احنا تناولناها. ده احنا كنا وقصه ماسكين نفسنا كمان والله. بس والله العظيم انا بحاول اجمع كل امكانياتي في المونتاج علشان امنتج الحلقه دي. وصاحبنا اللي حكى في الاول، لا هو في حاجات ابشع من كده بكتير. هنستنى اللايك، سبسكرايب، جرس اشعاراتك، هتتابعنا في السوشيالز عشان تشوف الحلقات هتنزل امتى، مواضيعها ايه. وزي ما قلنا ان انت تبقى معايا في البودكاست، كل الحكايه هتقول هنتكلم عن ايه وهنحدد ميعاد للحلقه. بس في الحلقه دي انا مستني اراكم لانها تهمني كحد ما اتجوزتش واخترت بقى ان الموضوع يبقى مع حد اوريدي متجوز بقاله مده عشان يقول لنا اراءه من الواقع. ومستني تعليقاتكم كلها، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.